اهلا بيك. معاك محمد. النهارده باذن الله هنتعرف ازاي تقدر تربط التليجرام بمنصه ان 8. بعد ما بتشغل منصه ان 8 وتعمل لوجن عليها، هتلاحظ قدامك في عندك هنا حاجه اسمها كرييت ورك فلو. الورك فلو ديت هي الخريطه بتاعت سير العمل، او هي الصفحه الاساسيه اللي احنا بنبدا منها شغل. فانا بضغط عادي كرييت ورك فلو اهيت، بيبدأ يظهر قدامي النود اللي انا هبدأ اشتغل عليها او الصفحة اللي انا ببدأ اشتغل عليها. اول حاجة بيبدأ يطلبها مني اللي هي التريجر ذات نفسه. دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نعمل بسيطة جدا شات بوت يقدر يشتغل على التليجرام. فعشان اقدر اعمل الخطوة ديت، فببدأ ادوس ان انا ببدأ اضيف اول نود عندي، واكتب هنا تليجرام. تليجرام اهو، واقول on message received. اول مسج ريسيفد، اول مسج، ايوه هي. بيبدأ يفتح لي الشكل دوت. الشكل ده ببساطة جدا بيبدأ يطلب مني اول حاجة الكريدنشال منك او الكونكشن اللي هو بينك وبين التليجرام ذات نفسه. هبدأ ادوس على من هنا، سواء انا هنا رابطه بالحساب بتاع التليجرام بتاعي او بكريت كريدنشال جديد. تعال نكريت كريدنشال جديد. لو فتحت الصفحة ديت، هلاقي اوتوماتيك اول حاجه بيطلبها مني حاجه اسمها اكسس توكن. طب ازاي اجيب الاكسس توكن دوت من التليجرام؟ نرجع تاني نفتح التليجرام عندنا، وهنتعرف ازاي في التليجرام بتقدر تجيب الاكسس توكن بتاعك. لو جيت عملت سيرش هنا حاجه اسمها بوت فازر اهوت. البوت فازر دوت ده عباره عن بوت جوه برنامج التليجرام، بيبدأ يديك الاكسس توكن اللي هو خاص بالبوت اللي انت عايز تعمله. طيب، تعالى ندوس هنا دوت من الاول كده ونشوف. هيبدأ هو يقول لك والله انت عايز تكريت بوت جديد، ولا عايز تشوف البوتس اللي موجودة عندك. طب احنا اقول له هنا ان انا لا يا باشا، انا عايز اكريت هنا عندي بوت جديد. هيقول لك اول حاجة هو عايزها منك اسم البوت ذات نفسه. لحد لما وصلنا للاسم دوت. هو اول ما بيكريت الاسم بيقول لك اتفضل، ده التوكن بتاعك او الاكسس توكن. فنبدأ ناخد الاكسس توكن دوت، نرجع تاني هنا اهو، نبدأ نحط الاكسس توكن هنا. وممكن برضه اخد اسم البوت، هتحطه فوق في الكريدنشال بتاعتي عشان ابقى عارف ان هو ده البوت بتاعي. وابدأ اقول له سيف. قال لك في كونكشن مشكلة، ثواني كده. ممكن يكون عشان ما خدناش الجزء ده من اوله كده. تمام كده حصل خلاص، الكونكشن تم. طب انا دلوقتي خلاص ربطت بالكريدنشال بتاعتي اللي هي بتاعت ان 8 ان بالبوت دوت. ممكن دلوقتي اجي اعمل تيست كده. انا هنا ايه؟ انا هنا مستني بقى التليجرام، اشوف ان انا لما اكتب التليجرام هل هو هيلقط الرسائل اللي اتبعتت للبوت ولا لا. فبسيطة جدا، هاجي هنا اهوت عشان اقدر الاول اكسس البوت دوت. اجي هنا اضغط على الجزئية ديت، ده البوت اللي انا عملته. اقول له مثلا ستارت اهو. لما حصل جالي التكست كلمة ستارت زي ما احنا شايفين كده. طب ما تيجي نجرب تاني. نكتب له هنا مثلا السلام عليكم بالشكل ده. هلاقي كلمة السلام عليكم هنا. طب لو بصيت على الحاجات اللي جاية، الاقي هنا في مسج اي دي، في البيانات بتاعت الشخص اللي باعت لي البوت ذات نفسه، في بقى بيانات الشات ذات نفسه، وفي الاخر القيمة اللي هو التكست اللي هو بعتها لي. ده شيء جميل جدا. طيب دي اول نود عندي. طب انا بعد ما خدت التكست دوت،
انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اخلي مثلا AI agent يبدأ يرد عليا بالكلمة ديت، او خلينا الاول نعمل حاجة بسيطة جدا. عايز الكلمة اللي الراجل بعتها لي ارجع ارد تاني بيه عليها. اجي اضغط من هنا، اجي اقول له والله عندك هنا تليجرام برضو، بس المرة دي انا عايز اعمل ايه؟ سند ايه؟ سند مسج. هبعت مسج. هتبعت تقول له ايه؟ تعالى التكست هبعت له نفس الكلمة اللي هو بعتها لي. يعني لو قلت له السلام عليكم يبعت لي السلام عليكم. هيطلب مني حاجة هنا اسمها شات اي دي. لو بصيت هنا الاقي الشات اي دي اهوت. كويس بالشكل ده. ونيجي نعمل تيست كده الستيب. تعال نبص تاني هنلاقيه رد عليا بنفس الكلمة. تعال نقفل كده ونعمل تاني تيست للورك فلو. مثلا نكتب له مثلا كلمة اهلا ازيك، هلاقيه رد عليا بكلمة اهلا ازيك. يبقى هو كده كل اللي احنا عملناه هما 2 نود قدامنا. الاولانية كانت هي التريجر اللي هو عندي اشتغل اول لما الراجل بعت رسالة. التانية هي الرد بتاعت الرسالة. ولو بصينا تاني هنا اهوت ازاي عملت الكلام ده، يا دوبك عملت دراج ودروب. يعني انا هنا مسكت ده كده ورحت حطيته هنا، قلت له ده الشات اي دي بتاعك، قلت له هنا نفس الايه، الرسالة اللي اتبعتت لك. وشفت ازاي برضو لما بعمل تيست للورك فلو بيبدأ ايه يتيست الكلام ده. طيب حد يقول لي طب انا استفدت ايه؟ انا مش عايز ده يحصل. انا عايز الرد ذات نفسه حاجة هنا في النص تبدأ تقرا الكلام اللي جاي، وتبدأ مثلا نخلي مثلا شات جي بي تي يرد عليا مثلا، ايا كان مثلا الاي اي موديل اللي انا. هل في حاجة تقدر تعمل لي الكلام دوت؟ ايوه طبعا موجود. لو جيت هنا ضفت اد بالشكل دوت هلاقي فعلا بيجي يقول لي والله انت عايز تضيف ايه هنا. اقول له والله مثلا انا عايز اضيف هنا مثلا AI assistant. ايوه اهو. اول ما قلت له AI assistant انت عايز اضيف مساعد ذكي ليا، زي ما احنا شايفين كده هنلاقي بقى فيه 3 نقط ظهروا عندي تحت. ايه ال3 نقط دول؟ اول حاجة دي الشات موديل. الموديل ده اللي هو الديب سيك اوبن، هو شات جي بي تي، مثلا جيميناي، ايا كان الموديل اللي انا هقدر اشتغل بيه. يعني مثلا لو جيت هنا قلت له هات لي اوبن اي اي، شاف موديل بالشكل ده. ده كده اللي هيرد عليا هو اوبن اي اي. طب نيجي نجرب كده. يعني انا ما عملتش حاجه غير يا دوبك بس الخطوتين دول. هشوف هل ده هيشتغل معايا ولا لا. هعمل ايه؟ هعمل هنا بس هو خلي بالك هنا الرد كان بيتم الرساله. تعالى ايه نعمل تيست ونشوف اللي هيحصل. تعالى برضو نكتب هنا كلمه السلام عليكم. لو رحت بصيت هنا هلاقي ان هو هنا مديني ايرور في الاي اي ايجنت. نبص هنا هلاقي بيقول لي والله انت هنا عايز البرومت او الرساله اللي انت جايه لك دي عايزها تبقى ايه. تقول لا خد كلمه السلام عليكم اللي هي مبعوثه. يعني انا عايزه هنا يفهم ان اليوزر بعت له كلمه السلام عليكم. واعمل تيست اهو رد قال لك عليكم السلام ورحمه كيف يمكنني مساعدتك. انت برضو لو بصيت هنا في النود هتلاقي تقسيمتها جميله جدا. هو ببساطه جدا في هنا انبوت واوتبوت. الانبوت ده اللي هو في النود اللي قبليك، والاوتبوت دوت اللي هو بعد ما بيتم المعالجه اللي هي اللي في النص دي النتيجه اللي بتطلع منها. طيب اهي ده قال لي خلاص دي تمام تمام. ابص هنا اهو هلاقي هنا كان بيرسل ياخد الشات اي دي، بس هنا بياخد الكلمه الاولانيه اللي انا عايزهم ياخد من النود اللي قبليه. فتعالى نمسح الكلام ده كله برضو عشان هنا ياخد التكست. ايوه اللي هي ديت. طيب هنا اهو. وهنا عايزه يفهم الشات اي دي اللي هو كان موجود في الجزء اللي في الاول. اعمل تيست كده للبتاع ذات نفسه. تعال نشوف كده بقى رد عليا هنا. ايوه ده كده. تعال نعمل واحدة تيست كمان. تيست ورك فلو. اهلا ازيك. ايه ده ابتدى ابتدى يرد عليا عن طريق اوبن اي اي. طيب حد ممكن يسألني يقول لي طب انا دلوقتي في الرسالة جاية لي تحت مش عارف this message was send automation مش عارف ان 10، هل في امكانية ان احنا نشيلها؟ في امكانية ان انت بتيجي هنا في النود اللي هي ديت اللي هي بتبعت لك الرسالة، وبتيجي هنا اهو حاجة اسمها append in it in، وتقول له هنا ايه اوف الكلام دوت.
تعالى اعمل سيف، وتعالى مثلا اعمل برضه تيست تاني، وتعالى نجرب كده. ابتدت تمسح الرسالة. يا رب الشرح ده يبقى بسيط. هي هتبقى بإذن الله في سلسلة هنشرح فيها ازاي تتعامل مع ان 10. انا النهارده ما تعرفناش على حاجات كتير، يا دوبك اتعرفنا على حاجات بسيطة جدا. ازاي تعمل نود على التليجرام، ازاي تربط التليجرام ب ان 10، ايه الخطوات اللي احنا اشتغلنا عليها. اتعرفنا على بسيطة جدا على 3 نود، اللي هي بتاعة التليجرام، اللي هي التريجر، والتانية اللي هي تقدر تسند المسج، والاي اي ايجنت اللي احنا بنشتغل بيها. شكرا جدا.